السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احوال جيده. ايوا انا بديت معكم الفيديو من الصباح، وصلت مع مول الدار للباب، مشى للسوق مع اليوم الثلاث، السوق الاسبوعي كيكون عامر. ايوا صافي اليوم واخا كاينه الشتا وداك الشيء، ناض قالك ما غاديش نعكس، غنوض واخا نجيب غير اللي جبت، واخا نجيب غير 400 ريال، الا ما جبتهاش راه ما كاين اللي يدخل علينا حتى حاجه. ايوا صافي قلت ليه سير الله يسهل عليك والله يعاونك ويجيب لك الرزق والتيسير. ايوا هنايا خوتي صافي من بعد ما مشى هو سديت عليا ودخلت تكيت حدا وليا، درت شي واحد شويه. ايوا من بعد فاش نط درت الفطور لولدي، فطرته وديته للروض. صافي هنايا دزت بديت كنجمع بيت النعاس، هي الاولى. هنا فقت بنتي كما العاده ورضعتها ودرتها في ظهري تنعس. ايوا هذا ما كان اخوتي الروتين ديال كل نهار، راه ما كيتسالاش. ايوا انا هاد العبايه هادي اخوتي غملات ليا صراحه، ما عرفتش ما ندير ليها. اللي كيعرف شي حاجه نديرها لها باش يتحيد لها داك الغمال نديرها لها. والله كانت متكيه على الحيط وغمالت ليا من اللور. ايوا صافي هنايا كما كتشوفوا دزت لهاد البيش هادي حتى هي، دوزت عليها غير واحد المسيحه لديك الطبله وشطبت داك الموكيط. ايوا جمعت هادوك المخاد صايبتهم، واخا ماشي شي جميع النيت، مع العيا راه بنادم كيعيا، وهاد الريحه هذا ما خطا حتى واحد. الله ينجينا وينجيكم. ايوا كما كتشوف اخوتي، وتكيسوا على راسكم وتكيسوا على رجالاتكم وصبروا. الصبر هو كلشي، الصبر هو كلشي. الا ما صبرتيش ما كاين والو، والله العظيم. الا ما صبرتيش على دارك وعلى وليداتك وعلى راجلك راه ما عندكش الاجر. ما يغرك حتى واحد يقول لك لا ما تصبريش اجي طلقي ديري، لا اختي صبري، غتكافحي وغتصبري. الا ما صبرتيش راه ما عندكش الاجر كما قلت لك، وما غتوصليش لداكشي اللي بغيتي. هو يصبر شويه وانت صبري شويه، والكمال على الله. راه كلنا في يد الله، راه ما كايناش اللي ما خطاوهاش المشاكل. كاملين عندنا مشاكل، وكاملين كتوصل فينا للعظم، وكنقولوا هذه هي الاخرى. ولكن راه الا رجعتي لطريق الله والتجأتي الله راه غتلقاي راسك خصك تصبري. ايوا هذا ما كان اخوتي، وسمحوا لي انا راه غير تنقول، وسمحوا لي وكلها داكشي اللي في راسها غادي ديرو. ايوا هنا اخوتي كما كتشوفوا صافي غسلت الماء، عنديش كنشلل حاجه بحاجه. والغدا راني ناصبه على الغدا كيطيب. من بعد ما سالينا تغدينا وداك الشيء باللي قسم الله، مشيت اخوتي تكيت انا ووليداتي شويه، جبت ولدي من الروض وداك الشيء، مشينا تكينا. صافي قلت غير نعسهم هما ونجلس انايا نشوف التليفون شويه. ايوا ساعه داني نعاس ونعست، ما فقت حتى للمغرب. عاد ضربتني الفيقه. ايوا صافي انا هنايا ديريكت منين ضربتني الفيقه مع المغرب. صافي درت عاوتاني العشاء هكاك، نيت ما درت لا كاسكروط لا والو. انا كما كتشوفوا قليت شويه د الحوت، داك الحوت اللي كنت غسلت معكم في الفيديو اللي فات. جابوا لي خويا من آم، كيخدم هو في الحوت، كينقي الحوت. وصافي جابوا لي، وهنايا كنت نزلت واحد شويه ودرت شويه د العدس والهريسه. والله يخلف ويجعل البركه خوتي، هذا مكان الله يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. ايوا هنايا كما كتشوفوا قلت لكم نعست. صافي منين نعست نط هنايا، قلت شنو غندير الكبده بالزربه سهله خفيفه. والله الا الطريقه جربتها حتى انا وجاتني زوينه وعجبتني، قلت نجربها معكم. شفتها غير في الانستغرام وقيله. ايوا صافي هنايا درت اخوتي الطاجين، درت فيه الزيت الروميه البلديه حتى الاخر عاد ديروها، درت غير الروميه هي الاولى. ايوا صافي ودرت الكبده غنخليها حتى تشحر يدخلها الطياب الطيب، عاد باش نكمل عاد نحيدها وندير لها البصله. ايوا صافي هنا كما كتشوفوا اخوتي، صافي هنايا خليتها من بعد ما طابت ليا ديك الكبده، غادي نحيدها في الطبسيله. كما كتشوفوا غنحيدها كامله، وهذيك المرقه ديال ديك الكبده مع داك الزيت غنطيب فيه البصله. غنخلي البصله حتى طيب فيه مزيان، وعاد غادي نزيد عليها الكبده، نرد فيها الكبده طيب. راه كتجي يا سلام ما تشبعوش منها. والله انا قلت لكم ما كنتش ما عنديش مع الكبده بزاف، ونهار جربتها شت الطريقه وجربتها عجباتني، وليت فين ما تشهيت الكبده كنديرها بهذه الطريقه هذه. راه كتجي يا سلام، والله قلت لكم ما تشبعوا منها. ايوا صافي هنايا غادي نخلي البصله ديالي هنا من بعد ما طابت، غادي نزيد عليها ديك الكبده، نزيد عليها ديك الكبده طيب.
وعاد نزيد عليها العطريه وداكشي. في العطريه خوتي غديروا غير الكمون والتحميره والبزار فقط والملحه فقط، ما تزيدوا عليها لا سكنجبير ولا زعفران ولا حتى شي حاجه. هنا درت لاصوص ديال مطيشه، كل واحد وشنو كيستعمل. انا درت غير من هذيك ديال 50 ريال صافي، منها اللي درت وصافي. هنايا غادي نخليهم نزيد عليها العطريه ونخليهم حتى يدخلهم الطياب واحد شويه، ينسجموا مع بعضياتهم. عاد نزيد زيت الزيتون، والمكون الرئيسي اللي تجي به هذه خطيره هو الحامض. عصيره متاع الحامض كيجي يا سلام غزال. انا ما عمرني درت الحامض صراحه في الكبده، ولكن نهار جربته بهذه الطريقه هذه عجبني وما قدرتش نستغنى عليها نهائيا. هو كما كتشوفوا اخوتي هنايا صافي، من بعد رديت عليها غير واحد 5 دقائق 3 دقائق صافي. هنايا غنزيد عليها زيت الزيتون من الفوق، وغنزيد عليها عصير الحامض، نص حامضه غنعصرها. ايوا هنايا كما كتشوفوا كندير الزيت من الفوق. وهنايا اخوتي راه عرفتي دابا انا راني كنشوفها مشهيه والله العظيم، حيت جات واعره بنينه. ايوا صافي هنايا غادي نسد عليها واحد شويه صافي، وغادي نحطو ناكلو اخوتي. ايوا هنا كينتهي الفيديو ديالي، وكنقول لكم بسلام عليكم وشكرا، وديروا لي اشتراك.